في الفترة الأخيرة كده وأثناء ما أنا بصور قلت يا إسلام، هل في فطار فعلا الواحد ممكن يصحى له الساعة 5 الفجر عشان يحضر نفسه ويروح ياكل أحسن فطار كده زي ما بيقولوا فطار مصري أصيل وقديم؟ في الأول كنت بقول لا، أصحى ليه الساعة 5 الفجر؟ وبعدين تجربة إيه اللي أنا أروح أجربها على الصبح دي؟ هي ناقصة خوتة قلب. ولما شفت الفول بقى يا عمي قلت وربنا لا، ده أنا ممكن أصحى يا عم وأعتبرها كده فسحة لنفسي كده وأروح أروق على حالي. ولما شفت بقى عنده البتنجال والفول حاجة كده تبهر القلب، يا سلام وعلى الجمال، حاجة جميلة جدا. وابتديت بقى أدعك الرغيف من ورا كده وانفض الرده، وابتديت بسم الله اقلب شويه الفول اللي كانت ريحتهم دايبه كده وضربه في مناخيري، ودقته وكان طعمه فعلا يستاهل المشوار. وشويه سلطه جميله وحراقه وتاكل، وشويه بطاطس عليهم بشر رومي طعمها جميل جدا. والله البصلايه بقى كده يا باشا هتحسسك ان انت هتنام تاني بعد ما صحيت. وشويه جرجير كده طازه بعد ما دقت شويه الفول الجامدين دول جدا، مع شويه الخضار بقى بصل وجرجير طازه وشويه بطاطس عليهم بشر رومي. ولا البيض المدحرج اللي كان شكله يفتح النفس ده، وعملت